النهارده هنتكلم على الجهاز الهيكلي. الجهاز الهيكلي ده كان عظام، كان غضاريف، مفاصل، اربطه، اوتار. العظام كان نسيج ضام، بس بيبقى فيه نسبه كالسيوم زياده شويه عشان تديله صلابه شويتين، فيبقى هيكل يا اما محوري يا اما هيكل طرفي. يا جمجمه وعمود فقري وقفص صدري ده هيكل محوري، يا حزام صدري وطرفين علويين، يا حزام حوضي وطرفين سفليين. تاني حاجه الغضاريف. الغضاريف بقى نسيج ضام، بس الكالسيوم بيبقى فيه اقل شويه، والغضاريف عشان تقلل من احتكاك العظام لما العظام تيجي تتحرك. خد بالك ان المفاصل مش زي بعض في الحركه، في اللي حركه محدوده، في اللي حركه واسعه، في اللي ما بتتحركش. خد بالك بالله عليك، اللي يربط العظمتين ببعضهم رباط. الرباط يا دكتور يربط عظمه بعض. الاربطه دي نسيج ضام بس فيها مرونه. ليه مرونه يا عم؟ رك المرونه دي علشان تسمح بزياده طول الرباط عشان ما يتقطعش عند التواء المفصل. عندي اربطه زي الاربطه بتاعت الركبه، واربطه الركبه كان صليبي امامي وصليبي خلفي ورباط وسطي ورباط جانبي. الرباط كان نسيج ضام على درجه من المرونه. الوتر نسيج ضام بس فيه قوه اكتر. الوتر نسيج ضام قوي لان الوتر بيربط العضله بالعظم. يا عم ركز، ايوه بيمسك العضله يربطها في العظم عشان العضلات لما تمسك في العظم تعرف تتحرك كويس، وبالتالي قوه الرباط اكتر من قوه الوتر. قول لي كم مره قلت فيها كلمه رباط في الفيديو؟ ركز في الكلام عشان تكسب، وهو لو ما كسبتش جايزه تبقى كسبت معلومه.